بصي بقى، ادخلي بقى كده وقولي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على الحبيب اللي هيشفع فيا وفيكي، وادخلي بقلب جامد وتوكلي على الله. بصوا الفيديو ده كان قديم عندي الصراحة، مش قديم يعني، هو بقاله فترة لان انا كنت تعبانة فما نزلتوش، لكن الحمد لله اخيرا ظهر للنور. فدلوقتي معانا فيديو الخير رقم 2. احنا قبل كده عملنا فيديو كان فيه برضو العجوزة وكان فيه الزبدة وكان فيه كل حاجة. المرة دي احنا سيحنا بقى، عندنا دلوقتي سمنة وكمان مرتة. دلوقتي هوريلكوا الجمال والحلاوة والطعامة والريحة والخير اللي مالي البيت ده بيتعمل ازاي. اقول لك بقى، تصلي على الحبيب كده ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ده أولا الحليب، اللبن أنا جبته. أنا زي ما قلت لك بقاله فترة، كان آخر وقت المواشي كانت بتاكل فيه اللي هي البرسيم، بتاكل أكل أخضر، فبتبقى تديكي نسبة دسم عالية. الحليب بيبقى فيه نسبة دسم عالية. أنا أخدته وصفيته الكمية بتاعتي زي ما انت شايفة كده، صفيته وحطيته في البولة الكبيرة دي، وهغطيه واسيبه بقى لتاني يوم. طبعا الجو حرر وما شاء الله على طول يعني. ده كان تاني يوم بالليل. عملت ايه؟ لقيته ختم كده وزي العسل كده ما شاء الله، بس عشان الحر حطيته كمان ساعتين في التلاجة، مش هكذب عليكي يعني، عشان اعرف افصل القشطة. شايفة بقى القشطة؟ شايفة كده؟ سمي كده بقى بالله وتوكلي على الله بقلب جامد واعملي زيي، صدقيني والله عمرك ما هتخسري. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. شايفه طالعه ازاي؟ طبقه واحده اكني بطبق منديل، وطالعه كميه معديه الكيلو. فيعني ما شاء الله، الله اكبر. وادي كمان الحليب معايا راب وختم، زي ما انت شايفه انا كنت بحط ايدي عليه، ختم كله ما شاء الله. جبت بقى حصيره، باركولي بقى يا بنات، دي الحصيره الجديده. القديمه اللي عندي طلعناها على المعاش وجبنا واحده جديده. فدي بقى هنزل بقى الكميه اللي معايا، انا نزلتها كلها وبعدين الصراحه لقيتها كتير عليها، فايه رجعت شلت منها شويه، اعملهم بقى على مره تانية. ادي معايا نزلت كل الكميه اللي معايا زي ما انت شايفه اهو. اعتبريني يا ستي نزلتها كلها مره واحده بس. لا انا بقول لك الطريقه. الاحسن طبعا ان انت ما تنزلهاش كلها مره واحده كده، عشان خاطر ان هي ايه، آه هتبقى كتير معاكي. فانا بوريكي ان هو ما شاء الله، وبدات فعلا تنزل الشرش بتاعها. في المرحلة دي حط عليها شوية ملح صغننين، مش كتير. طبعا يا دوب دول معلقتين بالنسبة للكمية اللي معايا، فايه الملح بتاعها يبقى خفيف وجميل. بوريكي ان اللبن كان رابط وزي العسل. اهو. هبدأ بقى ان انا انزل الشرش اللي فيها على اساس ان هي الحصيرة بتاعتي تاخد الكمية كلها، لكن ما حصلش نصيب. مش مشكلة، نقصتها في البولة تاني، واخدت الكمية اللي حطيتها فيها، وبعدين هسيبها بقى تصفى شوية، وبعد كده اعلقها. انا بوريك ان انا هشيلها كده تتعلق بقى، اعلقها فوق الصينية بتاعتي دي لغاية الصبح. ادي يا ستي الجبنة القريش بمنتهى السهولة واللذاذة والطعامة والحلاوة، كل اللي انت عايزة تقوليه قوليه. اهو ده بقيت الشويه الباقيين، وده الشرش اللي نزل. احنا ما بنرميش حاجه، خليكي معايا نشوف الشرش ده هنعمل بيه ايه بعد كده. تمام. ادي الجبنه القريش حطيناها، وادي القشطه اللي احنا طلعناها. تمام كده، تمام. دي بقى علبه قشطه كانت عندي من مره قبل كده، من جبنه قريش المره اللي فاتت، فايه حطيتها كده. وش اللبن عندي بقى يعني مش محتاجاه برضو ازوده عليها، فما فيش مشكله. ادي العلبتين بقى هاخدهم افضيهم في حله. بصراحة يعني هما كانوا محتاجين حلة أكبر من كده شوية. لو انت أول مرة تعمليها يعني هتبقى محتاجة حلة أكبر عشان تملكيها كويس، لكن عشان أنا كنت واقفة قدامها وعارفة هي بتفور ازاي وبتعمل ازاي، فالصراحة الموضوع مشى معايا. تمام. أنا كده حطيتهم على النار وبدأوا يسيحوا، ولعت النار عليهم على عالي. أيوة السمنة بتطلع على الهادي، لكن لازم تغلي في الأول على العالي. تخلي النار عالية لغاية ما تبدأ تغلي معاكي. أول ما تلاقيها بتبقبق كده وبتغلي معاكي، أو هي بادئة كده إنها تدخل في الغليان، بس كانت لسه في جواها
حتة قشطة ما فكتش، لإن القشطة التانية كنت أنا مطلعاها من الفريزر ويعني كان فيها جزء ما فكش، فتمام. هنسيبها أهو بادئة يا دوب إن هي من الجنوب أو من حوافي الحلة إن هي تغلي. أنا عارفة إن أنا باطوّل عليكِ، لكن والله أنا بادّيكِ بصراحة المعلومة يعني زي ما الكتاب بيقول. بُصّي بقى يا ست الكل، صلّي على الحبيب كده اللي هيشفع فيّا وفيكِ وهيبقى السَنَد يوم الدين إن شاء الله، وإيه، انزلي بقى حُطّي لي اللايك المتين واكتبي لي تعليق كده أو دعوة حلوة منِّك، لإنِّك بجد المعلومات اللي أنا هاقولها لِك مش هتلاقيها عند حد تاني، تمام. دلوقتي بقى يا ست الكل، أنا في فيديو قبل كده برضه كان في فيديو الخير وكنت جِبت الحليب وعملت معاكم الجبنة القريش بمنتهى السهولة، بس أنا لفّيت القشطة زبدة، عملتها كور زبدة وعينتها في الفريزر. أنا بصراحة باحب إن أنا أعينها كور زبدة كده، باطلّعها باعمل بيها الفطير. الفيديو الفطير اللي نزل لِك قبل كده هو المفروض إن كان الفيديو ده اللي ينزل الأول، بس بصراحة نزّلت فيديو الفطير الأول. آمم الزبدة اللي كانت فيه هي اللي أنا كنت عملتها قبل كده وعينتها في الفريزر أو خزّنتها في الفريزر، وهتبان لِك برضه في آخر الفيديو ده إن أنا برضه عاملاها كِوَر، كل كورة في كيس و وحاطاها في الفريزر، باطلّعها أستعملها لفطير، آخُدها أسيّحها، أحطها كده على رُز معمّر، يعني لها استعمالات كتير. الخير ده يعني طول ما هو موجود في البيت اضمني إن أنتِ بأمر الله حاجتِك مقضية إن شاء الله، ما فيش حاجة ناقصاكِ، تمام. هنا شايفين السمنة معانا شكلها اتغيّر، بدأت تغلي، هاهدّي بقى النار عليها كده واسيبها بقى تبدأ السمنة تطلع براحتها كده، مرحلة، مرحلة هتلاقي اللون بيتغيّر معاكِ والسمنة بتطلع معاكِ. في الأول بتقلب حليب، بعد كده مرحلة في مرحلة، بس كل ده وأنا واقفة قدّامها، لإن أنا عارفة المراحل بتاعتها هتبقى شكلها إيه، فلازم أفضل قدّامها وأقلّبها كده كل شوية. طبعًا النار هادية عليها وزي ما أنتِ شايفة طلّعت القشطة بتاعتها أهي. الشوائب اللي تحت دي بقى إيه، اللي هي المُرتة، وهي دي معلومة كمان أحب أقولها لِك. بُصّي حبيبة قلبي، أنتِ عايزة سمنة كتير بتسيّحي الزبدة، لإن مع الزبدة بيطلع لِك سمنة كتير مُرتة قليلة، أمّا عايزة مُرتة كتير وسمنة برضه مش وحشة، كمية برضه محترمة، مش هاقول لِك لأ ما شاء الله كمية حلوة. بس برضه المُرتة في القشطة بتسيّحي القشطة مش الزبدة. الزبدة المُرتة بتاعتها قليلة، أمّا القشطة المُرتة بتاعتها كتير، لإن القشطة بيبقى فيها شوائب اللي هي بقايا اللبن أكتر طبعًا من الزبدة، لإن إحنا الزبدة لفّيناها وصفّيناها فما بقتش فيها شوائب كتير، تمام. حابة مُرتة أكتر هتسيّحي القشطة، حابة سمنة أكتر هتسيّحي الزبدة. وإحنا كده حبيبة قلبي أنا سِبت المُرتة اللي أنتِ شُفتيها في الأول كانت بيضة ولغاية ما اتحمّرت، ما سِبتهاش اتغمقت أوي، بس هي لونها كده معايا ممتاز. بس هي الإضاءة عندي في المطبخ ضعيفة، وكمان التليفون لازم يعاكسني، يعني هاعطيها لِك هنا غامقة وفي بعد كده لمّا هتبان في الطبق هيدّيها لِك فاتحة، فهو بمزاجه شغّال تقريبًا بمزاجه. فخليكِ معايا وهنكمّل. أنا وهنا باورّيكِ إن الحلة هنا زي الفل، مش محروقة ومش ملسوعة ولا أي حاجة، ده نتيجة للتقليب المستمر. وهنا كمان سايبة فيها سمنة عشان خاطر أنا هاضربها في الخلاط دلوقتي لإن ولادي مش بيحبوها محبّبة كده. هنا بقى ده إيه معانا اللي على النار ده، إحنا خلاص خلّصنا مرحلة السمن. لا يا حبيبة قلبي، ده الشِرش بتاع الجبنة القريش، باحطه يغلي وبعد كده أسيبه يهدى خالص، زي ما أنتِ شايفة بيبقى في رغوة كده والشوائب وكلام من ده، فهنستعملها اللي هي إيه، أهي. دي بقى أنا سِبت الشِرش بعد ما غِلى هدا خالص وصفّيته وطلّعت منّه الرواسب بتاعته اللي هي دي، بنتقّل بيها مش عايزة تصفّيها كده، ممكن تنقصي بقى الشِرش بتاعِك بيطلع طبقة خفيفة زي المَيّة كده على الوِش، بتشيليها ويفضل لِك حبّة تُقال تحت، لكن أنا باحب أعملها كده من غير المَيّة بتاعة الشِرش خالص. أنا صفّيتها وأخدتها ومعايا لبن حليب، لبن بقى له فترة في التلاجة وحسّيت إن هو هيقطع، فطبعًا ما يترماش ده. فأخدته وحطيت البواقي اللي طالعة من الشرش، هاحط عليها الحليب أو اللبن الرايب اللي معايا أهو بوِشّه بكل حاجة، يعني حاجة كده إيه كامل الدسم. هاحطه وأحط عليه سِنّة ملح بسيطة، لإن البقايا بتاعة الشرش
حادقة أو مش حادقة أوي، يعني هي فيها ملح، فتخلّي بالِك من الحتّة دي. عايزة تزوّديها ملح هتبقى يا دوب حاجة بسيطة، مش عايزة تزوّديها ومستكفية بالحُدْق بتاعها، خلاص كده تمام. أنا زوّدتها بقى شطة، شطة حمرا، عايزة تحطّي فيها قرون شطة، أنا في الوقت ده ما كانش عندي قرون شطة، أنا عندي في المِش قرون شطة، فما فيش مشكلة. لكن إحنا بنحب المِش بتاعنا حامي كده وحلو، وكمان الحموّ ده بيحفظ المِش مش بيخلّيه يبوظ. فدلوقتي أنا قلّبتها كويس جدًا، جدًا، حطّيت عليها معلقة شطة مليانة أو معلقتين حلوين كده، وهاحطها بقى. شايفة المِش بتاعي حاجة كده إيه فاخر من الآخر، والله العظيم لوز العنب، حاجة من اللي النِفس تروح لها. أهو بانزّل بقى كمية منه عشان أخلطه كويس في البولة دي، وبعد كده هارجّعه في البرطمان بتاعي تاني، تمام. البرطمان ده الكمية دي أنا حاطاه في التلاجة، عشان الحر اللي إحنا فيه ده، فإيه الصراحة محتفظة بيها في التلاجة. طبعًا بقى أنا جِبت الجبنة القريش لإن هي كانت قاعدة بقى لها يوم في التلاجة، ولبست بقى الجوانتي عشان ما حدش يقول لي إيدِك في الحاجة وكلام لأ، أهو على نضافة يا جماعة. أديني باخد الجبنة القريش باحطها في البرطمان، أنا فكرت إن أنا أحطها في البولة ورجعت قُلت ما أنا كده هاحطها في البرطمان، فاحطها في البرطمان من الأول، أنا هاتعب نفسي ليه؟ إيه الخوته اللي إحنا فيها دي؟ تمام. أديني باحطها جبنة قريش، والله العظيم يا بنات إيه لوز العنب، حاجة كده من اللي تجري الريق كده، ويعني تجوّعِك وأنتِ شبعانة. خلاص، أدينا بقى عملنا دلوقتي السمنة وعملنا المُرتة، وادي كمان بواقي الشرش، وعملنا طبعًا من الأول الجبنة القريش، وادي كمان بواقي الشرش استعملناها. أمّا المَيّة بتاعة الشرش لو حابة تعجني بيها شوية بكاكين، شوية قُرَص، يعني عسل، عسل. وإحنا طبعًا مقللين الملح في الجبنة القريش في الأول. طبعًا الجبنة القريش بعد ما سِبتها بعد ما طلعت من الحصيرة وحطيت عليها رشيت على وشها شوية ملح وسِبتها في التلاجة لتاني يوم، فمسكت شوية. دي بقى اللي هتتحط في المِش، لازم تمسك معاكِ شوية ما تبقاش طرية. جبنة القريش ما تحطهاش في المِش وهي طرية. أديني حطيت كل الكمية اللي معايا، تقلت بيها المِش، إحنا بنحب المِش تقيل. هاحط كمان معلقة شطة على الوش، عادي خالص يا جماعة، إحنا بنحب المِش حامي، ودي حماية ليه من أي دود أو أي حاجة تدخل فيه، تمام. وادي بقى معانا البرطمان العسل، العسل بجد يعني. هنا بقى السمنة أنا طبعًا كنت حطيتها في الفريزر، أنا باحطها في أكياس كده، حابة تحطيها في علبة براحتك، لكن أنا بصراحة باحطها في الكيس، أمّا آجي أطلّعها باسيبها يا دوب ساعة، ألاقي الكيس فَك منها، أقوم شايلاها حاطاها في العلبة بتاعتي واشتغل. وحطيت كمان معلقة مُرتة في السمنة عشان تدّي لها تفضل محتفظة بالطعم بتاعها. دي بقى الزبدة اللي أنا كنت عملتها معاكم قبل كده، زي ما أنتم شايفين أنا محتفظة بيها كده مجمدة أهي زي ما أنتم شايفين. هاطلّعها بقى أحطها في التلاجة عشان كنت أعمل بيها تاني يوم الفطير المشلتت. وده كان الفيديو بتاعنا في قناة أم طارق وأعمال إيديها. ما تنسوش اللايك يا بنات، اللايك، اللايك، لإن هو اللي بيرفع الفيديوهات. لإن طبعًا الفيديوهات بتاعتي المشاهدة بتاعتها قليلة، فأتمنى إن أنتم ترفعوها لي. فالنهارده بقى معانا فيديو الخير، جبنة قريش، سمنة بلدي، مُرتة بلدي، مِش، وكمان زبدة، واللي جاي أحلى بأمر الله. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله في قناة أم طارق وأعمال إيديها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.